بقى عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. راجعه لكم النهارده في فيديو جديد. صباح الفل، صباح النشاط، صباح الطاقه الايجابيه. نهاركم ان شاء الله معطر بذكر الرحمن وبطاعه الرحمن. فيديو النهارده ان شاء الله هعمل معاكم حاجه كده ما عملتهاش من زمان قوي على القناه، يعني عملتها مره واحده بس بقالي فتره كبيره قوي عملتهاش معاكم، وكمان عشان الناس اللي دخلت جديد عندي في القناه يشوفوا بقى الطريقه. بجد احنا بنشتريها من بره، اغلبنا بيشتريها من بره. انا بصراحه ما بشتريهاش من بره، يعني من اول ما بقيت بعملها ما بشتريهاش من بره خالص، اغلبنا بنشتريها من بره وبنحبها. فيلا بينا بقى نشوف الروتين النهارده، وهنعمل كمان مع بعض الجبنه القديمه. بصوا، فعايزه اقول لكم ما شاء الله اللهم بارك، الفيديو النهارده مليان خير كده وبركه وروايح زمان. يلا بينا بقى نبدا الفيديو. ولو انت من الناس اللي اول مره تشوفي قناتي اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان اي فيديو انزله يوصلك مني اشعار، واهم حاجه اللايك التفاعلي على الفيديو. وحبايبي اللي نوروني واشتركوا في القناه جديد منوريني ومشرفيني، وحبايب قلبي اللي بيسيبوا لي تعليقات ولايكات ودعوات، ما تحرمش منكم ابدا يا رب، ويديمكم نعمه في حياتي. وكل سنه وانتم طيبين، واللهم بلغنا رمضان يا رب، اللهم امين. يلا بينا قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا نسمي الله ونصلي على رسولنا الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين. جبت بقى شويه دقيق في بدايه الفيديو كده، جبت شويه دقيق تقريبا. الدقيق ده 2 كيلو، انا يعني بالتقريب كده، مش هقول لكم ان هو كيلو، لا هو ممكن 2 كيلو. تمام. ما بضيفش اي خميره ولا اي سكر ولا اي حاجه. العجينه بتاعتي النهارده بميه وشويه ملح بس، يعني عجينه سهله جدا. سلام بقى لو انت من الناس اللي عندك الدقيق في البيت، بتاخدي من الدقيق من غير حساب ولا بتقعدي توزني ولا بتعملي، غير طبعا لما بتشتري الدقيق بس عادي يمشي برضو لو اشتريتي دقيق. تمام. اشتري 2 كيلو دقيق كده او كيلو لو انت مثلا لسه مبتدئه وخايفه تجربي مثلا في 2 كيلو او اكتر. العجينه بتاعتنا النهارده مختلفه شويه، علشان مش زي القرص الطريه بنطري العجينه او الرقاق او الحاجات ديت. لا، هنخلي العجينه ماسكه نفسها قوي، يعني ما بتلزقش وناشفه في ايدينا شويه كده. هنا ال 2 كيلو دقيق خدت لهم بالظبط الازازه دي لتر طبعا، خدت لها بالظبط ازازه الا كوبايه ميه. بس لو انت عايزه تحطي ميه بالتدريج كده لحد ما تحسي ان العجينه معاكي مسكت نفسها، ما تكبيش الدقيق مره واحده، لانك انت هتضطري ان انت تزودي، لان العجينه بتاعت النهارده عشان نقدر نشتغل فيها لازم تكون ناشفه معانا، لان احنا محتاجينها تكون ناشفه، مش عايزين عجينه طريه. تمام. وبحط بالظبط معلقه صغيره ملح، ما تكتريش الملح، معلقه صغيره، علشان العجينه دي احنا مش عايزينها اللي هي تبقى مملحه. تمام. مش عايزينها تبقى حادقه. الحدق بتاعها كده اللي هو معلقه صغيره من الملح، والملح بتاعها ما شاء الله اللهم بارك بيكون كده مظبوط. يعني كده ال 2 كيلو دقيق عليهم معلقه ملح صغيره، عليهم لتر الا كوبايه ميه بس. ونعجن بقى العجينه كويس قوي، اللي هو ندوها حقها، نخلوا العجينه لما تنعم كده معانا. اي نعم العجينه هتتعبك شويه عشان خاطر بتبقى ناشفه. العجينه طبعا الطريه بتبقى مريحه، بتبقى لينه في ايدك، غير العجينه الناشفه شويه بيبقى فيها عرق بقى وبتجهدي فيها. بصوا انا بعملها ازاي، بحاول ان انا اعجن العجينه كويس والتها حلوه قوي، علشان لما اجي اقطعها كور كده تبقى سهله قوي معايا. وبص العجان بتاعتي، يعني عايزه اقول لكم ان هي ما شاء الله اللهم بارك كاني ما عجنتش، نضيفه وزي الفل. عشان ايه؟ باخد كده قطعه من العجين وهي ناشفه، اجي مسحه البلاستيكيه بتاعتي كلها او البوله اللي انا بعجن فيها من الجناب كده اول باول، عشان كده بتطلع معايا نضيفه وبتبقى زي الفل. كانت ماما دايما تقول لي الست الشاطره، دي تعليمات ماما والله، حاجات ماما متعلماها من ماما وانا ضفت عليها بقى وكده. ربنا يديها الصحه يا رب وطولة العمر. كانت تقول لي بقى الست الشاطره اللي العجينه بتاعتها كده لما تيجي تعجن تلاقيها نظيفه. وطبعا غطيت العجينه بتاعتي، انا ممكن اشتغل بيها على طول، يعني انت لو مستعجله اشتغلي قطعي كور على طول، بس انا قلت ترتاح شويه عشان طبعا العجينه ناشفه فتبقى سلسه معايا في التقطيع. لما اقطعها كده ما تبقاش ناشفه شويه، تبقى ايه، مسايسه معايا شويه في التقطيع. وسبتها كده حوالي يعني نص ساعه، ساعه الا ربع. طلعت بقى عند الطيور عايزه اعمل الجبنه القديمه اللي انا حطيتها معاكم في الفرن، ويعني ملحناها حدقناها بالملح مع بعض وحطيتها معاكم في الفرن زي ما قلت لكم. لما بكون مثلا مشغله الفرن جرستها في صينيه كده، وبعد الفرن ما يطفى، ما يكونش الفرن شغال، واحطها في الفرن، وبعد كده اطلعها بقى احطها في المش بتاعها. طبعا انا كنت طالعه للطيور من الفجر، الروتين معايا ده كان العصريه، يعني شغل اللي انا اشتغلته ده كله كان من تقريبا من الساعه 3. كنت صاحيه بدري، كانت مريم سهراني طول الليل. الساعه 6 كده بعد ما صليت الفجر خدت بعضي وطلعت عند الطيور، حطيت لهم اكل، وقلت بقى ايه ابقى اطلع لهم العصر براحتي، لان انا دخلت نمت، يعني نمت حوالي الساعه 8 كده ولا حاجه، وصحيت الساعه 1. بقيت بصوا مش قادره، شربت كوبايه قهوه عشان تفوقني، واكلت معاها قطعه كيك كده، وقلت بقى ايه اشوف بقى اللي ورايا. وكان عندي بواقي اكل بصراحه، عندي بواقي بيتزا وعندي بواقي عيش بلحمه، وعندي ايه تاني، عندي من كل حاجه كده شويه بواقي كده. قلت بقى يقضوا بيهم يومهم كده علشان ايه افضي كمان التلاجة، عشان تاني يوم كان الموسم. قلت بقى اعمل لهم اكله ايه حلوه كده. والعجينه دي من الاكله ان شاء الله ان احنا هنعملها بقى ايه
في الموسم كده. كل سنه وانتم طيبين. هنا بقى طلعت كده للطيور وحطيت لهم، وكنت مقطعه لهم كده برسيم، وطبعا زي ما انتم قلتوا لي قصيت لهم بقى مناقيرهم كلهم، حتى الفراخ قصيت لهم مناقيرهم كده، ما شاء الله بقى ما عادوش بيعضعضوا ببعض، علشان بصراحه ببقى عايزه اطلق البط كده من العشه بتاعته. العشه زي ما انتم قلتوا لي بما انها كمان صغيره، فالبط يعني يبات فيها بس، يعني ابيته بس فيها، وطول النهار بقى كده يبقى اللي هو ايه بياكلوا بقى اي حاجه بواقي اكل بطلعها لهم، شويه برسيم. وطبعا البرسيم ده انا بشتريه، يعني بشتريه من الناس بتجيبه كده وتبيعه، بشتري بقى ال3 ربط كده على بعض ب10 جنيه، بيكفوني يومين، بقطعهم كده بالمقص وبيكفوني يومين كده بحط لهم منه. وكمان تغيير كمان عن العيش، عشان الفراخ لما بتاكل عيش كتير قوي ما بيخلوهمش يبيضوا، بيربي دهون كده في منطقه البيض عندهم، فبيخلوهمش يبيضوا. ما شاء الله اللهم بارك. كمان البط بتاعنا البطتين دولت بدأوا يكبروا كده ان شاء الله بأمر الله. الشهر ده كده يعني قبل رمضان كده بيومين هذبحهم واقطعهم بقى واحطهم في التلاجة. والبط الصغير ده بعد بقى ما اسيبه طول النهار ياكل بواقي الاكل اللي عندي والفضلات والحاجات دي كلها، باجي احطاه بقى، اجي حبساه كده في اخر النهار خالص، يعني قبل المغرب بنص ساعه، بحطه بقى احبسه في العشه بتاعته كده، واحط له بقى الاكل بتاعه العلفه اللي انا حطاه له، اللي هو علف على عيش على شويه دشيش، لو حته فول ماشي، بحطهم له بقى وباجي قافله عليهم. بصوا زي ما انتم شايفين كده. وطبعا احط لهم شويه قش كده عشان التدفئه، فرشه شوال كده تحت، واحط لهم بقى ايه القش، بحس ان القش اتبل باجي واخداه منشفاه على السطح واجي حاطه جديد مكانه. بصوا بقى الفراخ بتطلع تبيض فين، والله يعني المكان بتاعهم لما اتحرك من اول مره بيبيضوا بقى في اي مكان كده، واحيانا بلاقي البيضه مشروخه مكسوره كده. وانا طبعا مش عايزه حوار ان البيض يبقى مشروخ او مكسور، لانهم لا قدر الله ممكن بقى ينقروا البيض كده وياكلوه. بالمناسبه البنوته اللي كانت بتسالني برضو ان الفراخ بتاعتها بتاكل البيض، عايزه اقول لك قصي المنقار بتاعهم او هات لهم اللي هو في كيس بيتباع كده في الصيدليه، كنت جايبه لهم، اللي هو تحسي كالسيوم او حاجه زي كده بتحط لهم مع الاكل. بس الافضل ممكن تجيب لهم ده، وما برضو ما يعني اللي هو عندهم منقار فبينقروا البيضه كده وبيكسروها، فهات لهم فاحسن حاجه ان انت تقصي منقارهم، لان انا قصيت كل منقار الفراخ بصراحه عندي والبط وكله، علشان الفراخ اتجرأت على البط برضو بقت تنقر كده الريش بتاعه. هنا بقى حضرت مكان البط برضو على اساس ان انا اخر النهار كده اجي مدخلاه بقى العشه بتاعته. وتعالوا بقى النهارده كده نعمل بقى ايه شويه الجبنه القديمه مع بعض اللي هي تخزينه السنه. في الوقت ده بتبقى السمنه جميله واللبن كده بيبقى بخيره، فلما بنعمل منه سمنه او بنيجي نعمل منه جبنه بيكون جميل قوي. فانا في التوقيت ده بشتري بقى الجبنه بتاعتي، بتكون شهر 1 و2 كده، بتكون الجبنه جميله وبخيرها. هنا بقى بجيب قطعه الجبنه كده على بعضها اقسمها نصين، بحيث ان انا لما اجي بعد كده تستوي واطلع الجبنه ابقى بطلع قطعه على قد الاكل، ما اطلعش بقى قطعه كبيره كده، او مثلا اقطعها وهي في المش فتتفرفت بقى وتبهدل الدنيا. باجي هنا بقى بعد ما بملحها بحطها بقى في الفرن، يكون الفرن سخن بس، وبفصله. وبعد كده باخدها بعد يوم كده تمسك نفسها وتهدى كده من الحراره بتاعتها، احطها بقى في البلاصي بتاعي في البرطمان. دي كانت اسمها برنيه، كانوا بيحطوا فيها سمنه، يعني دي اصلا مش تخصصها للجبنه، بس انا بقالي 2-3 بخزن فيها جبنه، وما شاء الله اللهم بارك بتطلع لي احلى جبنه. طبعا المش القديم اللي كان فيها مسكته صفيته وظبطته وركنته على جنب. اللي فيه المعلقه السوداء ده المش الجديد، ده بقى جايباه من عند ماما كده، مش قديم اللي هو عتيق، مش بقاله سنين. بنعمل ايه بقى في المش اللي هو بقاله سنين؟ باخده كده وازود عليه شويه لبن رايب، يقوم يخف شويه معايا، وفي نفس الوقت ما ياكلش الجبنه بتاعتي بسرعه. يعني مثلا في ناس بتبقى مستعجله على الجبنه وبتبقى عايزه اللي هو ايه تاكلها بعد شهر او شهرين. اشتري مش بقى قديم من حد، يعني حد يكون بيبيع مش كده قديم قوي فاشتري منه. طب هتقولي لي انا عايزه اعمل المش في البيت، هقول لك هتجيبي لبن رايب وهتجيبي مرته وهريسه شطه. لو عايزه الجبنه بتاعتك تبقى حراقه هتحطي هريسه شطه حراقه، لو عايزه الجبنه بتاعتك تبقى بارده هتحطي هريسه شطه بارده، وهتضربيهم كويس قوي في الخلاط. بس بالنسبه لك ده هيبقى مش جديد مش قديم، تمام. وهتحطي مثلا معلقه ملح ولا معلقتين ملح، كده كده الجبنه اللي احنا بنحدقها بيبقى فيها ملح قوي، يعني هتخلي المش بتاعك حدوقيه وسط كده. ويا سلام لو قطعتي قشر برتقان كده او قشر سفندي وضربتيه كمان معاهم، بيخلي المش ريحته رهيبه. هنا بصوا انا يعني هو كده كده المش عليه، انا خدت بقى ايه قطع كده من السفندي وقلت احط عليه، بيدي للمش ريحه حلوه. وتجيبي بقى من عند العطار كده دول المش وتحطيه في قماشه وتسقطيه كده في البرطمان او البلاص بتاعك. بجد الجبنه بتكون خطيره. وانا وريتكم وانا بطلع الجبنه
من البلاص ده الصغنطوط ده، يا زي ما قلت لكم اسمها برنيه، كانوا بيقولوا عليها برنيه، او مش عارفه بقى انتوا بتقولوا عليها ايه. عايزه اقول لكم ان دي بتاعت ستي ام يعني بقى لها سنين سنين سنين، يعني شوفوا شكلها عامل ازاي. وعايزه اقول لكم ان هي مختومه عليها ختم كده، يعني حاجه اللي هي مش هنلاقيها دلوقتي. اغلب برضو الفخار دلوقتي مش زي زمان، بس ما شاء الله اي حاجه بتتعمل في الفخار بيكون لها طعم تاني، زي القلل والزير والحاجات الفخار اللي ممكن نعمل فيها الاكل كمان في الفرن. بصراحه بيبقى الاكل فيها طعمه تحفه. رصيت كده في البرنيه اللي معايا كده الجبنه، وطبعا هيتبقى قطعتين كده، مش عايزه بقى اضغط فيها الجبنه علشان الجبنه ما تتفرفتش، هي بتبقى ناشفه وماسكه نفسها، بس برضو لو ضغطنا عليها ضغطه جامده هتتفرفت معانا. هنا بصوا المش الفاتح ده المش الجديد، المش الغامق ده بقى القديم. انا بخلط الجديد مع القديم علشان الجبنه بتاعتي بقى ايه تدور كده وتحلو. قرن الشطه ده بقى كنت حاطه شطه، لما المش كان لوحده كده كنت حاطه شطه. عايزه اقول لكم طعم الشطه فيها رهيب. الشطه بقى اللي احنا بنشتريها كده من الشطه الخضراء، تحطيها بقى كده في المش، يا لهوي بتبقى طعمها جميل قوي، مع رغيف بقى في فلاحي من اللي احنا كنا خابزينه مع بعض الفيديو اللي فات، يا لهوي في حته تانية. سلام بقى لو تقعدي تخبزي كده قدام الفرن وتجيبي بقى حته جبنه قديمه وقرن في شطه كده، والعيش طالع من الفرن سخن، بيبقى طعمهم تحفه. وبعد كده بقى تحبسي بكوبايه شاي. عايزه اقول لك بقى ان ينفع كمان المش ده تجيبي جزر وتخلي لي بقى قشر السفندي موجود كتير الايام ديت، والفاصوليا الخضراء. عايزه اقول لكم ان في واحده قريبتي انا دقت عندها الفاصوليا الخضراء عجبتني قوي، طعمها تحفه في المش. فاصوليا خضراء وجزر، وممكن الطماطم الصغيره اللي هي طماطم شيري دي تحطيها برده كده. الحاجات دي كلها بتبقى طعمها في المش رهيب. هنا بقى انا كنت نسيت كده احط قشر السفندي، قطعته كده وحطيته بيديله ريحه. انا مش من عادتي ان انا بحط مع السفندي مع الجبنه بصراحه، يعني قشر السفندي ده بحب يعني احطه لوحده في المش لوحده. بس هنا انا حطيته كده علشان يدي كمان للمش ريحه. وطبعا عايزه بصوا عارفين نص كوبايه مش كمان، المش بتاعي كان خلص، فقلت بقى ابقى اقول لماما تبعت لي شويه علشان اكمل بيهم اغطي خالص. المفروض ان الجبنه بتاعتك تتغطى خالص بالمش، ومش شرط يبقى عندك حاجه فخار عشان تحطي فيها الجبنه، عادي انت ممكن لو ما عندكيش فخار مفيش مشكله خالص، اعملي في بلاستيك في ازاز. بس بصراحه الفخار بيدي الجبنه طعم تاني، بيديها بمعنى اصح يعني بيبقى احلى شويه وافضل شويه. اتبقى بقى كام قطعه جبنه كده، قلت خليهم على جنب، هعملهم بقى ببرطمان لوحدهم كده صغير يعني علشان ما بهدلش الدنيا. يعني انا ممكن اعافر واحطهم، بس لا انا مش عايزه ابوظ الجبنه بتاعتي. وركنت بقى الجبنه كده في ركن على السطح، وحاولت ان انا احوطها بقى بالطوب كده علشان انا عندي الفراخ اشقيه ممكن ينطوا وتتكسر. عايزه اقول لكم طبعا ان احنا مش هينفع بعد ما شمينا ريحه المش كده اليوم بصراحه يعدي كده، لا قلت لا اليوم ما ينفعش يعدي كده. كان عندي بصل اخضر في التلاجة، وكانت في بيضه كده مشروخه من الفراخ. جبت بقى عملت كوبايه شاي سخنه، وخدت بقى رغيف فلاحي كده من العيش اللي احنا عاملينه. بصوا زي ما قلت لكم الاكله دي بيبقى لها طعم تاني، وقرن الفلفل اللي هو في المش، وكمان حته مرته. يعني عايزه اقول لكم الاكل كله من البيت، ما طلعناش بقى لا رحنا هنا ولا جينا من هنا. البيض من عندنا من على السطح من الفراخ بتاعتنا، وقرن الشطه من المخلل بتاعنا، وكان عندي كمان بصل اخضر. الغامقه دي مش جبنه قديمه، دي مرته، كنت جايبه سمنه يعني شاريه سمنه من بره واشتريت معاها مرته. عايزه اقول لكم والله انا بقالي فتره جامده المرته، يعني بعمل السمنه في البيت، بس بقالي فتره مش لاقي حد يديني لبن اللي هو ما شاء الله بخيره كده. كل اللي حواليا لبنهم بقري، واللبن البقري جميل وفضل ونعمه من عند ربنا، بس انا بفضل اللبن الجاموسي، يعني بحبه حتى في الدس حتى في اي حاجه بفضل اللبن الجاموسي. ناكل بقى لقمتنا كده على السطح. هو رغم ان الجو ما كانش مشمس وكان الجو خلاص هوا كده، بس الجو كان جميل مع الاكله. سلام بقى تطلعي فوق السطح كده وتعملي كوبايه شاي بقى على الكانون كده، يا لهوي في حته تانية. بعد بقى ما اكلت كده وظبطت حالي وظبطت نفسي بقى بكوبايه الشاي، نزلت بقى كده كورت العجين بتاعي. كان طبعا ارتفع شويه، يعني عارفين انتوا ارتاحت العجينه بمعنى اصح، فكانت سلسه معايا كده وانا بقطعها كور. هي كانت ناشفه طبعا بس كانت سلسه شويه لانها ارتاحت شويه. ابدا بقى افرده كده فرده بسيطه، وهتشوفوا بقى دلوقتي هنعمله ايه مع بعض. النهارده بامر الله هنعمل مع بعض المسروده او القدوسيه زي ما انتوا بتقولوا عليها، ايا كان. في ناس بتقول عليها القدوسيه وفي ناس بتقول عليها مخروطه، تمام. ودي بنعملها بالمكنه. المكنه دي مكنه الخبيز دي مكنه ايطالي، في طبعا التقليد منها في الصيني، بس طبعا بقت بمبلغ دلوقتي. يعني عايزه اقول لكم المكن ده
كان ب 300 جنيه وب 250، واغلى حاجه كانت ممكن تجيبيها ب 500 جنيه. دلوقتي المكن ده معدي ال 3000 جنيه تقريبا، 3000 ونص، 4000، على حسب بقى المكان اللي انت هتشتري منه. فبقت اسعارها غاليه قوي، بس عايزه اقول لكم فظيعه، حلوه جدا، ما اقدرش استغنى عنها. دي طبعا انا كنت جايباها في حاجتي، بحكم ان احنا مثلا يعني في ناس ما بتهتمش بالمكنه دي، بس حتى لو ارياف او مش ارياف بجد ما تقدريش تستغني عنها. حتى لو انت متجوزه شقه في مدينه، يعني في مدينه وملهمش في الخبيث، لا هتحتاجيها برضو في بيتك في شقتك. زي النهارده كده احنا مش هنعمل بيها، مش هنخبز بيها، احنا هنعمل بيها شويه قدوسيه. والقدوسيه دي في ناس كتير بتحبها وبتتباع دلوقتي في المحلات في اكياس كده، ستات بيوت بتبقى عاملاها. هنا بقى بنفرد العجينه، وبعد ما نفردها بنصغر المكنه على اضعف حاجه خالص. والعجينه ديت بتاعه الرقاق الناشف، عارفين الرقاق الناشف اللي بيتعمل كده، بنعمل صينيه رقاق باللحمه، اهو ده برضو تنفع تعملي منه رقاق ناشف. عايزه بقى تعملي الرقاقه طويله كده، عايزه تعمليها مدوره، عايزه تعمليها مربعه زي اللي بيشتري من بره، انتي وراحتك. وبفرد العجينه الاول كده، بعد ما فردتها مدور ببدا بقى اللي هو ايه افردها، وبحاول ان انا اغطيها بالدقيق، احط لها دقيق خالص، دقيق كتير. انا عايزه العجينه بتاعتي تبقى ناشفه، مش عايزاها تبقى طريه وملزقه كده، علشان لما اجي اعملها بالجنب التاني بالمكنه زي ما هتشوفوا ما تبقاش لازقه ببعضها. انا هنزلها كلها فوق بعضها فتبقاش فرده يعني لازقه ببعضها، هتشوفوا دلوقتي. وبفردها بقى كده. يا سلام لو تفردي بقى قماشه كبيره قوي، كانوا زمان بيعملوا فوق السطح على فكره، او قدام الباب كده، حته وسعيه خالص قدام الباب، ويقعدوا بقى يفردوا ملايات كده ويرصوا عليها العجينه اللي بيعملوها دي، اللي بيفردوها كده. انا طبعا برشها بالدقيق علشان تبقى ماسكه نفسها وناشفه معايا. عشان كده بقولك نشفي العجينه، لانك انت لو طريتي العجينه هتبهدلك على فكره، وتبقى سايحه كده معاكي. احنا مش عايزين نخبز عيش، عايزين العجينه تبقى ناشفه معايا. بصي بسيبها بقى تنشف خالص كده، وبعد ما تنشف اجيب بقى البلاستيكيه واحطها بقى تحت المكنه كده، تحت السلاح التاني بتاع المكنه زي ما هتشوفوا بقى دلوقتي معايا. ولو انت حابه تجربي ممكن تعملي في كيلو، بس كيلو يبقى معقول، لكن نص كيلو دولت هيبقوا شويه مش مستاهلين بصراحه. والغاز والانابيب والكلام ده كله، الناس بقى اللي عندها بتجيب انابيب، بصراحه الانبوبه اصلا عندنا وصلت ل 260 جنيه، فالموضوع صعب في الانابيب، لان برضو الحاجات دي بتاخد نار، بتاخد تسويه، يعني بتاخد نار كتير. فانت ممكن تجربي في كيلو. الناس بقى ما شاء الله اللهم بارك، ربنا يوسع عليهم، اللي عندهم غاز طبيعي الموضوع بالنسبه لهم الى حد ما كويس شويه، غير الانبوبه طبعا نقل وحاجات من دي، فعبال ما بتوصل لنا بسعر اغلى. هنا بقى هحط السلاح التاني ده، هاخد كده قطعه عجينه، احاول ان انا امشيها فيه كده، عشان لو فيها اي حاجه مش نظيفه ولا حاجه، يعني عجين ناشف اي حاجه كده، انضفها كويس زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده بقى بحط البلاستيكيه اللي انا حطيتها دي او البوله بتاعه العجين، وابدا بقى اخد واحده بواحده كده وافرد. ومعلش بقى اعذروني ان فيديو النهارده مطول شويه كده، يعني تحسوا ان في حاجات ما ينفعش نلغيها، يعني او مثلا اسرعها شويه. بس باخد بقى كده بالراحه، طبعا ناشف معايا مش طري، وببدا بقى اللي هو اشده كده بسرعه. اهو السلاح التاني ده اللي بيطلعها لي مشرشره، هوريها لكم دلوقتي. تمام. السلاح التاني ده بصوا، هو انت لو معاكي ايد تانية، تمام، يعني انت لو معاكي ايد تانية شغاله معاكي كده هتساعدك كتير، لانها هتاخد الجزء التاني من المكنه ده مفرود، وممكن بقى تفرده على ملايه، يعني ممكن تسيبيه مفرود على ملايه كده. بس انا بصراحه ما بفضلش ان انا افضل فرداه على ملايه، بحس ان هو يعني بينشف خالص فبتتقطع، بتبقى عباره عن قطع. فانا بفضل ان انا اشدها كده مع بعضها كلها واحطها فوق بعضها. ودي الجنب ده بتاع الشعريه بيطلعها لي بقى، شفت المكرونه اسباجيتي كده بيطلعها لي بقى طويله زي المكرونه اسباجيتي اهي زي ما انتم شايفين كده. وبعمل كل العجين اللي معايا بالطريقه دي. زي ما قلت لك عايزه تجربي في كيلو دقيق هوريكي بقى الكميه ما شاء الله اللهم بارك. بعد ما خلصتها عملت لي قد ايه، ومن شويه دقيق وميه، يعني ما فيش بقى اضافات ولا اي حاجه ولا تعب على فكره. يعني كيلو دقيق والله ما هياخد منك ساعه، يعني ساعه ده هيبقى كتير، في ثانيه هتخلصيها. بعد بصوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، باخدتها بقى بدات افردها بعد ما خلصتها. انا زي ما قلت لك لو انت معاكي ايد تانية، بحكم ان انا لوحدي هتاخد كده منك وتفرد عليكي. عايزه اقول لك كمان ان الدقيق اللي انا عملته ده دقيق غله، او النمره اللي هي الفاتحه، النمره البيضه، عشان بس لو حد عايز يعمل من دقيق الغله، انا بعمل منه كل حاجه والله، بعمل منه اي معجنات عندي، يعني القرص والرقاق وكل حاجه والعيش وكل حاجه بعملها منه. عايزه اقول لكم والله العظيم الغله في البيت بركه. بالمناسبه طبعا الفتره اللي جايه ان شاء الله عشان رمضان، كل سنه وانتم طيبين،
عندي بقى ايه غله كده، باقي الغله ان شاء الله عايزه بقى اغسلها وانشرها، بس الجو بقى يتحسن شويه، يعني يكون في ايه اللي هو بوادر الجو الفتره دي هيبقى مشمس، عشان طبعا ما ينفعش نغسل الغله والدنيا طبعا هتشتي فمش هتنشف معانا. نبقى نغسل بقى شويه غله كده ونروح بقى نطحنهم، وكمان عايزين نعمل برضو نبيض شويه رز. عشان كده بقول لكم تخزين الحاجات دي اساسيه في البيت. يعني زي ما انتم شفتوا كده اللي هو الغله اللي بنعملها دقيق، والرز الشعير برضو في حاجات كده لازم ما تتقطعش من بيتك، لازم تكون موجوده متخزنه في بيتك. برضو الجبنه القديمه، يعني نحاول ان انت برضو تعملي المخللات، حاجات اساسيه كده لازم تكون في البيت. بصوا بحاول بقى افرد كده علشان ما يعجنش مني، الحق ايه على السريع. زي ما قلت لك لو في حد معاكي هيسهل عليك المهمه دي قوي. افردها كده، وطبعا يعني ايه بحاول ان انا برضو ارش عليها دقيق بحيث ان هي تفضل بصوا ناشفه كده. فردت نصها على الصينيه، وهفرد بقى النص التاني كده على الطبليه معايا لحد بقى ما اخدها واسويها، اخد جزء جزء كده اسويه. الكميه اللي معايا دي يعني كيلو الدقيق، الحله البخار بتاعتي، الحله اللي هي بتاعت الكسكسي ديت هتاخد نص ونص، يعني هعملهم على مرتين. لو انت بقى عامله كيلو دقيق هتعمليهم على مره واحده بس. والتسويه بتاعته برضو سهله. هو الفكره ان القدوسيه ديت اسهل بصراحه، انا شايفاها ان اسهل من الكسكسي بكتير. بتعملي بالمكنه ما فيش بقى، بس كمان دلوقتي الكسكسي بقى سهل خالص ان هو بيتعمل دلوقتي بالكبه، فما بيحببش معاكي اللي هو بيعمل كتل كده، فبيكون برضو سهل. بس القدوسيه اسهل بكتير، يعني الناس اللي هي عايزه بقى ايه طعم كده، وبصراحه بتبقى تحفه. تسخنيها بقى بشويه السمن البلدي كده، يا لهوي بتكون خطيره. حتى لو كلتيها لوحدها، يعني انت ممكن تعمليها كده وتاكليها لوحدها بتكون جميله. هنا انا كنت سويت جزء هوريه لكم دلوقتي، والجزء التاني ده يعني اللي هو على الطبليه ده هوريكم بقى انا كملت التسويه يعني عملته ازاي. هنا ده الجزء الاولاني. بصوا ما شاء الله حطيت بقى ايه في حله البخار كده القماشه بتاعتنا اللي هي القطن، تمام، اي فانيلا قديمه عندك بس شرط ان هي تكون قطن. بحط بقى في المصفى كده شوكه اللي هي شوكتين كده اكس، وبعد كده احط القماشه، وابدا بقى اللي هو ايه احط القدوسيه بتاعتي كده بالراحه مفروده زي ما هتشوفوا دلوقتي. بصوا كده حاول ان انا افردها كده، ما شاء الله مفروده معايا، ما مسكتش ببعض ولا اي حاجه خالص. اهم حاجه بس ايه وانت بتفردي كده العجين بالدقيق زي ما انت شفتيني، اهم حاجه الدقيق. يعني انا الدقيق اللي كان على الطبليه ده كله اصلا هي اتشربته، يعني العجينه اتشربت الدقيق، فاديها دقيق وما تقلقيش هي كده كده لسه هتستوي. بس لما تنشفي العجينه بتاخد دقيق بس بتكون اسهل بكتير في التقطيع والنشفان، بتنشف معاكي بسرعه. هنا طبعا اللي انا طلعتها كده من التسويه، عايزه اقول لكم ان هي بتاخد بالظبط تسويه على النار من 30 دقيقه لحوالي 40 دقيقه، وانا بسويها على مرتين. يعني في نص الفتره، يعني مثلا لو هنسويها 40 دقيقه بعد تلت ساعه بالظبط باخدها احاول ان انا افردها، ولو فيها اي تكتلات عملت تكتلات من الجناب هوريكم دلوقتي بعمل فيها ايه، بطلعها التكتلات دي برميها. طبعا مش هقول لكم ان انا مثلا لا ما بيطلعش منها، لا بيطلع منها ايه حته صغيره معجنه مش كتير، بس مش كتير. بصوا بفردها كده، بصوا ما شاء الله اللهم بارك مفروده ازاي واستوت معايا وبقت زي الفل. هنا بقى اي حته تكتلات صغيره كده هحاول بقى ان انا اطلعها معاكم هوريكم برضو. بصوا كده زي حته كده مثلا لقطت شويه بخار ميه فعجنت فخلاص مش هتتفك. فدي حاجات اساسيه زي الكسكسي برضو احيانا واحنا بنعمله كده بيبقى فيه بعض التكتلات كده فبنطلعها على جنب. بعد بقى ما كنت خلصت الدقيق، كانت هدومي بقى كلها دقيق خالص، غيرت هدومي كده قلت بقى ايه اقعد براحتي. اللي هو التسويه بتاعه القدوسيه ما بتاخدش وقت زي ما قلت لكم، مش زي الكسكسي خالص، وبتبقى سهله. بصوا اي تكتلات بحس ان هي مش هتفك مكلكعه كده بطلعها برميها على جنب. على فكره انا مره اشتريت قدوسيه والله ده اللي خلاني بقيت بعملها في البيت، لا انا مش هشتريها من بره. عايزه اقول لكم كلها تكتلات كده، حتى اللي كان يعني عاملها وحاططها في السوبر ماركت مش عاملها بضمير شويه. فعشان كده والله العظيم افضل حاجه تعمليها هي تعملي كل حاجه ببيت. بنغلي الميه الاول وبعد كده بقى نحط القدوسيه بتاعتنا او الكسكسي ايا كان بقى الحاجه اللي انت عاملاها. وفي كمان عايزه اقول لكم حاجه تانية اسمها مسروده، بس انا بصراحه انا بعشقها، واحده جارتي بتعملها وبتعملها حلوه قوي. ان شاء الله بقى اعملها معاكم. يعني انا بعمل الكسكسي وعملت المخروطه دي تمام، بس لسه بصراحه اسمها مسروده، بتبقى عباره عن قطع صغيره كده بتتعمل بغربال كده اسمه دياره، اكيد كلكم عارفين الحاجات دي، بس عايزه اقول لكم طعمها رهيب. هنا بقى كنت بعمل صلصه محشي كده، عايزين ياكلوا محشي وعايزين ياكلوا ممبار. بصوا عايزين حاجات قد كده، لستة حاجات قد كده، قلت لهم بالتدريج هنعمل لكم واحده واحده.
هنا بقى زي ما بيقولوا كده بخطف لحظه كده، القدوسيه بتاعتي على النار، عملت لي كوبايه شاي كده تظبط دماغي وشويه مقرمشات، قلت بقى ايه وانا قاعده كده، اللي هي لحظه خطفتها في نص اليوم، لان انا هخلص القدوسيه بتاعتي وهقعد مع اولادي شويه وهدخل انام. مفيش وقت بقى ان انا ايه اللي هو اقعد بقى واسهر كده. وبصراحه الواحد لما بيسهر بيصحى الصبح ما هوش قادر، حرفيا مبقاش قادره اقوم من النوم، وورايا بقى مسؤوليات. فاللحظه اللي انا سرقتها دي قادره ان هي تجدد لي طاقتي لتاني يوم، واقعد كده بمزاج رايق. هنا بقى في نص فتره تسويه القدوسيه زي ما قلت لكم، يعني مثلا بتاخد 40 دقيقه، باخد في نص الوقت كده بجيب البوله بتاعتي وببدا افرد القدوسيه بتاعتي. بصوا زي ما انتم شايفين كده هفردها، لو فيها اي تكتلات بطلعها، علشان انا بحب اطلع التكتلات ديت، علشان التكتلات دي ما تعرقش على باقي الباقي. وبحاول بقى ايه يمين وشمال كده لحد ما تبرد، يعني بحاول ان انا على قد ما اقدر اسيبها بقى تطلع كل البخار. بس البخار كله طلع اصلا في الكاميرا، بحاول ان انا اطلع منها كل البخار، وبعد كده بالراحه واحده واحده عشان بتبقى سخنه. وخدوا بالكم على فكره من حله البخار قوي زي حله الضغط، خدي بالك وانت بتفتحي يعني وانت بتفتحي على الحاجه بتاعتك، لان بيبقى البخار كله، البخار ده طبعا اللي بيسوي الحاجه بتاعتنا. فخدي بالك وانت تفتحي بالراحه، والقماشه بتاعتك لو عايزه تبصي على الحاجه بتاعتك بتهوي القماشه بالراحه. افتحي الغطا بالراحه، سيبيه شويه اقل من دقيقه، وبعد كده افتحي برضو القماشه بتاعتك واحده واحده كده، عشان خاطر طبعا البخار لو طلع عليكي هيبهدلك. زي طبعا حله الضغط، يعني انا عايزه اقول لكم انا نفسي قوي اجيب حله ضغط. جوزي قال لي دي ما تدخلش بيتنا من كوارثها الكتير، بس انا بصراحه نفسي فيها، يعني سريعه كده في تسويه الحاجات. وعايزه اقول لكم ان الانبوبه اصلا يعني تسويه بط، تسويه حاجات من دي، فبصراحه عايزه اجيبها. فانتوا قولوا لي ايه رايكم، اجيبها ولا بلاشها؟ وكمان بتنفع في العزومات، يعني بتبقى حلوه بقى سريعه معاكي كده ومنجزه بصراحه. بصوا هنا التكتلات دي ما تقلقوش منها خالص في البدايه خالص، سيبيها تبرد بس، وهي كده كده هتفك معاكي واحده واحده. بعد ما بفكها كده خالص باخدها بقى احطها تاني على النار. بس مش زي ما قلت لكم، مش زي الكسكسي بقى افضل ارده تاني واعمله في الكبه تاني وفي تكتلات. هي الفكره بس لو في تكتلات كده بطلعها، بيكون افضل ما انت تسيبيها للاخر وتطلعيها. حاولي في نص الفتره كده تاخديها تطلعيها وتحطيها تاني في الحله. والحاجات دي مش شرط يكون في موسم او في عيد او في مناسبه، بجد اعمليها كده وحطيها في التلاجة، والله بتبقى جميله. انتوا عارفين انا ساعات بحب افطر بيها كده، اخدها احط عليها شويه سمن بلدي كده، يا لهوي بتبقى طعمها خطير، والله بتبقى طعمها جميل لو كلتيها من غير اي حاجه. والكسكسي برضو بيبقى اللي هو تاخديه بقى برضو لما تعملي منه كده وتحطيه في التلاجة. في ناس بتحب تحط عليه شويه لبن، تاكله باللبن، او تحط عليه شويه سكر بودره كده وشويه مكسرات، بيكون حلو برضو. بس بصراحه القدوسيه دي طعمها اطعم بكتير. حتى لما بتجيلنا من بره على فكره بتبقى محتاجه ان احنا نبخرها، يعني هي لما بتجيلنا من بره مستويه، هي مبتبقاش مستويه، بتبقى نص تسويه، يعني ممكن واخده على النار حوالي تلت ساعه. كبرها بتبقى واخده على النار بالوضع اللي هي بتجيلنا فيه ده تلت ساعه. انتي برضو لازم تكمليها تسويه على البخار. بس بحاول طبعا قدامكم اطلع لكم التكتلات عشان ما اقولكمش لا القدوسيه ما بتطلعش تكتلات، لا القدوسيه بتطلع بعض التكتلات كده، حتى طلها بخار، طلها شويه ميه. واحنا بنعمل الشوكه بالعرض كده حرف الاكس، عشان خاطر البخار ما يبقاش منه للقماشه بتاعتنا على طول، فالحبه اللي تحت دول كلهم يبقوا عباره عن عجين. فهمتوني بقى بنحط الشوكه كده ليه؟ عشان برضو تبقوا عارفين حاجه زي كده. وعايزه اقول لكم ما شاء الله ده نص الكميه معايا، يعني ده لو هتعملي كيلو من القدوسيه هتعمل معاكي الكميه دي. شوفي بقى لو هتعملي 2 كيلو كده وتحطي بقى منه في التلاجة هتعمل معاكي كميه حلوه قوي. وباخدها كده احطها بقى على النار زي ما انتم شايفين برضو مفروده كده، مفيهاش بقى اي تكتلات ولا اي حاجه، تكمل بقى تلت ساعه الباقيين. شغلي كده النار في البيت واعملي شويه قرص طريه، اعملي اي شويه معجنات كده، ريحه الحاجات دي في البيت بجد بركه وخير كده. ربنا يديمها علينا نعمه يا رب، ويحفظها من الزوال يا رب، اللهم امين. ورغم ان الحاجات دي بتبقى فيها شقه وتعب وبتتعبي وانت بتعملي الحاجات دي، بتاخد من مجهودك وطاقتك، بس بجد زي ما بتتعبي طول اليوم كده في الترويق وتيجي تنامي بتحسي ان النوم دي طعم تاني. يا ده انا نمت وشبعت نوم. بجد الحاجه اللي بتيجي بعد تعب ديت تيجي تاكليها كده بيبقى ليها طعم تاني. فربنا يديمها علينا نعمه. هنا بصوا ما شاء الله اللهم بارك مفرفره، باخد كده نص كوبايه زيت وبحاول بقى ان انا افرفرهم بيها كده، وبعد كده بتكون بقى جاهزه ان انا اشيلها. لو هناكل بقى منها دلوقتي مثلا باخدها كده مع معلقه سمن بلدي كده واسخنها على النار، يا بتكون طعمها تحفه.
بالسمن البلدي كده بتكون طعمها تحفه. بصوا ما شاء الله شكلها عامل ازاي، اللهم بارك. هنا بقى خدت شويه كده في الصينيه علشان ان شاء الله بامر الله كان لينا عمر بقى، كان تاني يوم الموسم، خليتهم اللي في الصينيه دولت على جنب، وعملت بقى 3 اكياس كده احطهم في التلاجة. ما شاء الله بصوا شكلها عامل ازاي من الكيسه، حتى مفيش تكتلات ولا اي حاجه، تحسوا اللي هي مفرفره كده من بعضها وجميله. واخدهم بقى واحطهم في التلاجة. عشان كده لما بقول لكم بعمل يعني كميه، علشان طبعا ايه، بدل ما اعمل كيلو لا بعمل 2 كيلو. انت لو عايزه تجربي لاول مره اعملي مثلا، في ناس ما شاء الله حله البخار بتاعتها بتبقى اكبر بشويه، ممكن تعمل 3 كيلو 4 كيلو. في العيال طبعا بيعملوا كميات كبيره قوي، وفي عيال كبيره بتعمل لازما كل ما يبقى عندهم بط، عندهم لحمه، عندهم الحاجات دي، لازما الحاجات دي لازما يا قدوسيه يا كسكسي يا مسروده اللي انا بقول لكم عليها دي، ان شاء الله نبقى نعملها مع بعض. فالحاجات دي والله بتبقى خير وبركه كده، وبتبقى ليها فرحه تانية. اعملوا كده في بيوتكم واملوا بيوتكم خير وبركه، وما تزعليش ان انت ده انا تعبت طول اليوم، لا انا اشتريها جاهزه، لا اعمليها في البيت افضل بكتير. وولادك هيعرفوا ان انت تعبتي عشانهم بجد. نظره ولادك ليكي هتختلف تماما. ان انت بتشتري كل حاجه جاهزه، لا انا بعمل لكم كل حاجه في البيت علشان انا بحبكم. ويكفي كلمه ابنك يقولك شكرا يا ماما، البتاعه دي طعمها جميل، دي قادره تضيع تعبك لو انت عملتي ايه. وربنا يقوينا ويدينا الصحه. ولحد هنا نكون وصلنا لنهايه يومنا ونهايه الفيديو بتاعنا، ويا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب انا اكون خفيفه على قلوبكم، ومعلش لو كنت طولت عليكم في الفيديو. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد، اشوفكم على خير في رعايه الله.